لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1273 لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهي وادان اوي ازي ستودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. بەڵخۆ شەویستان لەوانەی ڕابردووش کەمێک لە خزمەت دەوڵاتە پیرۆزەدا بووین لە دوای ئەوەی کەوا پادشاکە خەونێک دەبینی ئیتر کەسێک نییە ئەو خەونەی لۆ لێک بداتەوە دەبیتە هۆی ئەوەی کەوا ئەو کەسێک کە کاتی خۆی لە سزن لەگەڵ یوسف بوو عەلەیهی سەڵات وەسەلام و خەونی لە بۆی لێک دایتەوە ئیتر دەبیتە مای ئەوەی کەوا ئەو کەسە یوسفی بەبیر بێتەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام لێ دەینێرن لۆ لای یوسف. فعلا يوسف عليه الصلاة والسلام خونكي ملكك ليك داداتو وريقات سارشيان لو دادني لو أو حالتي كوات ساورواني عندك يتلدواي أو يكوا ملك علم فضلي يوسفي لبو بديار دكي عليه الصلاة والسلام داوا دكا يوسفي لسزن دربي إنو بيهن لاي أو كاتكوا نيردي ملك دسيتن لبو لاي يوسف لسزن دربيني ئامادەنیە دەربچی لە سزن هەتا بەڕائەتەکەی ئیسپات نەکە لێ بە نێردەکە دەڵێتەن بگەڕێەوە لای گەورەکەی خۆت لای مەلیک پرسیاری لێ بکە دەربارەی ئەو ئافرەتانەی کەوا دەستیان بڕی لە مەجلیسدا داخوا چه هەواڵێکی پێ دەربارەی ئەوان بێگومان پەروەردگاری من ئاگادارە بە کەید و پیلانی ئەوان. بەڵێ ڕازی دەڵێ ئەوەی کەوا یوسف کردی عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەوەی کەوا یەکسەر لە سجن دەرنەچوو بەڵکو سەبری گرت و داوای کرد بەڕائەتی وی بسەلمێندرێ لای پادشایەکە دەڵێ هو اللائق بالحەزم والعقل. بەڕاستی هەر ئەوە دەوەشێتەوە لە کەسێک کەوا کەسێکە خاوەن عەقل و داناییە و بەیانکردنی ئەو حاڵەتەش دەڵێ لە چەند ڕوویەکەوە بە دیار دەکەوی. یەکەمیان ئەگەر لە یەکەم فەرموکردنیان لە بۆ دەرچوونی لە سجن دەرچوو بە فربما كان يبقى في قلب الملك من تلك التهمة أثرها. ئەگەر هەر یەکسەر بیان گوت بە فەرموو دەربچەویش دەربچوو بە لەوانەیە لە دڵی پادشایەکە شتێک بما لەو تهمەی کە کاتی خۆی یوسف عەلەیهی سەڵات وسەلام پێی سجن کرایە. فلما التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة بەڵام کاتێک ئەو ئامادەنیە دەربچی هەتا وەکو داوا لە مەلیک دەکاتن کەوا لەو ڕووداوەی کە ڕوویداکە لە مەجلیسەکە ئافرەتەکان دەستی خۆیان بڕیە با لێ بکۆڕیتەوە چونکە بەڕائەتی یوسف لەوێ بەدیار دەکەوی ئەو بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا یوسف بەریئە لەو تۆهمەی کەوا پێی وەلکێندراوە بەهۆیەوە سجن کرایە. فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة. كواتا كاتكوا ئەو لێکۆڵینەوەیە دەکرێت هیچ کەسێک دواتر لە بۆی نییە کەوا ئەو تهمەیە بە یوسف بلکێنی و یاخود پێی عەیبداری بکە. لە خاڵی دووەم أن الإنسان الذي بقي في السجن بضع سنين أو کەسێک کەوا لە سجن مایتەوە چەند ساڵێک إذا طلبه الملك وأمر بإخراجه کاتێکەوە پادشا بابرن فرمان بكاكوا أو كسدر بسي لسجن الظاهر أنه يبادر بالخروج ظاهرا هر كسيك بي
کە چەند ساڵی دەستن مایتەوە پاشان مەلیک بڵێ با دەربچی لە سزن طبعا ئەو مبادرە دەکە و دەست پێشخەری دەکە لە بۆ دەرچوون بەڵام کە یوسف دەرنەچوو فحيث لم يخرج عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر والثبات کاتێکەوە ئەو ئامادەنیە دەربچی هەتا بەڕائەتەکەی دەسەلمێندرێ ئەوەی کەوە ئەو شتە ببیستی دەزانی ئەو کەسە یوسف عليه الصلاة والسلام لەو پەڕی عقل و دانایی و سەبر و خۆڕاگریە وذلك يصير سببا لأن ينعقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم ولأن يحكم بأن كل ما قيل فيه كان كذبا وبهتانا كواتا كأوهل ويستدبين دري ليوسف عليه الصلاة والسلام دەبیتە مای ئەوەی کەوا هەموو کەسێکی منصف تەواو هەموو تهمەکان لە یوسف دابڕنێنی و هەروەها لە بۆی بەدیار بکەوی ئەوەی کە گوترا دەربارەی یوسف هەمووی بوختان و درۆ بووە لە خاڵی سەیەم أن التماسه من الملك أن يتفحص عن حالي من تلك النسوة كاتێکەوە داوای کردیە لێکۆڵینەوە بکە دەربارەی ئەو حاڵتەیەکەوە لەو مەجلسەی ئافرەتان ڕوویدایە بەڵگەیە لەسەر چی على شدة طهارته بەڵگەیە لەسەرەوەی ئەو پەڕی پاکە ئەو کەسە إذ لو كان ملوثا بوجه ما ئەگەر بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەو شتێکی کردبا بەشێک لەو تهمەی ئەنجام دابایە لكان خائفا أن يذكر ما سبق ئەگەر شتێک لە شتەکانی ئەنجام بدابا لەو تهمانێکە لە بۆیان بابڕێن ئەوە کردبوو پێیان بەهۆیەوە سزنیا کردبوو ئەگەر یەک لەو شتانش بکردبە بە تەئکید دەترساکەوە شتێک لەسەر ئیسپات بی ئەوها بێمنەتانە داوای تحقیق و لێکۆڵینەوەی نەدەکرد ابن عاشور دەڵێ إنما قال فاسأله ما بال النسوة وسكت عن امرأة العزيز إنما قال فاسأله ما بال النسوة وسكت عن امرأة العزيز وفي ذلك عدة أوجه ابن عاشور يجدر كاتك كباتشاك أو نيردي دستلا يوسف عليه الصلاة والسلام داوادك كودربسي أو آمادانية دربسي تبراتك دسلمندري وبراتك شبو الشيودي بسلمندري كوداوادك لحالي أو آفرتانا بكوريتو لو مجلسي كودستي خويا بري بلان باسي امرأة العزيز ناكا باسي أو آفرة ناكا كوا خيزاني عزيزي مصر بوكا أويان دوري سرشيا ولو بابتا لبرسي باسي ويناكا داري لبر سن حالتك يكم إنه جعل السؤال عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا للكشف عن أمرها كاتك أو داري برسيال آفرة كام ككلمة سكي دستيان بريا أو ري خوش كرا لبوي كوا بنتيجة طبعا دوري أو آفرة تشكوى امرأة العزيزة بديار دكوي لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك لبروي باس كردني بمباشر لكاتك دا بياوي أو آفرته مكانتي هي للاي ملك باتشايك ربما يصرف الملك عن الكشف كاتك أقرب راستوخونا يبهنا با پیاوەکەی ئەو ژنەش مەکانەتی هەیە لای مەلیکی مصر لەو حاڵەتە لەوانەیە مەلیکی مصر لە بۆ ڕەچاوکردنی ئەو پیاوە سمعەی ئەو پیاوە لەوانەیە ئەو کاری ئەنجام نەدەدا و ئەو لێکۆڵینەوەی نەدەکرد ولأن حديث المتكئ شاع بين الناس ولەلایەکی دیکەش ئەو مەجلیسەی ژنان کەوا امرأة العزيز کاتی خۆڕێکی خستە بوو ئەو مەجلیسە براستي لنا خلشي بولا بوبوا وأصبحت قضية يوسف عليه السلام مشهورة بذلك اليوم إتر براستي لو مجلسه لو روجك وأمز سرويدا إتر بابتي يوسف عليه الصلاة والسلام لو روجوا لنا خلشي بولا بوبوا وأيضا فإن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف عليه السلام عن نفسه وهروها أو آفرتانش شاهد بون لو كاتكوا بساي خوان يوسفيان ديد عليه الصلاة والسلام دستي خوان بري إتر أو آفرت البيش ساويوان بو بري صراحة واعتراف دكا كا أو يخي يوسف قرتكواتا كاتكوا لو آفرتان بيسرتوا أوان شاهدي لسر آفرتي درن كوا البيش ساوي هموان شاهدي دا اعترافي كريكا أو يخي يوسف قرت عليه الصلاة والسلام لخالي شديكا أنه سكت عنها
لخارج كدلي باسي امرأة العزيز نكرديا أدبا واحتراما وكو أدب واحترامك وحسن عشرة ورعاية لذمام العزيز وكو أدب واحترامك وكو رصاو كردني وكوا سنصالق لمالي أو بياوجيا كوات لبو سمعي عزيزي مصر كوا أو آفرتك دكا خيزانوي لبروي باسناك وفاء له ويتر وكو وفاء برامبر بو ساكاني كوا بياوكا لغالي زور باش بو يتر أو بياو يتر أو كناوي خيزانك كيناني وكو أدب واحترامك وكو وفاداري لبو أو ساكانك أو بياو لو سنصالي لغالي يوسفي كردبو شوكاني خارج كاش كدلي خوفا من كيدها لويا بمباشر باسي أو آفرتينا كاتن بلكو دليل آفرتا كان برسا خوفا من كيدها وعظيم شرها واحترازا عن مكرها ترسيشي هي لوي كواديسان أو بيلانيك داب ريجي أو آفرتا يتر لوي دا ترسي خوي دا باريزي لناو هنانيوي مباشر نخو ديسان بيلانيك برانبري بكاو تهمي چي ديكي لبو دروز بكا بله يتر لكوتايا كيدا فرمي إن ربي بكيدهن عليم واتا إن ربي پروردگارم الله سبحانه وتعالى آقادار بكيدهن ببيلاني آفرتان كبرانبر من كرديان بتايبتي وبرانبر بقشتي خواهي قولة آقادار هيش تقلي شاراوانية براستي برانبر بيوسف عليه الصلاة والسلام زياتر أو بيلان أو كيد مكرة للان آفرتان ودار رجرا تاوكو توشي أو سزنيان كرد يترخواي قورش آقادارة ببيلان كيدي آفرتان بقشتي وبتايبتي أو يكو برانبر من يانكر شوكاني دلي ذكر يوسف عليه السلام السؤال عن تقطيع الأيدي تمشى هذا يوسف عليه الصلاة والسلام دفرمي بروبا باشاب لداخوا حالي أو آفرتانا سرويدا لو مجدتي كوا دستي خوان بري باسي دزبريني كرد ولم يذكر مراودتهن له باس اوينك كأوانيش هوليان لقل دا لبو أو كاري تسلقلوان ياخذ لقل امرأة العزيز بك باس اويناك بس دزبرينا كيدك تنزها منه عن نسبة ذلك إليهن كواتلو حالتي أو خويد باريزي كوا أو تهمي بدات بال أوان ولذلك لم ينسب المراود فيما تقدم إلى امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بذلك وانسلت وهروا درباري آفرتكش خودي آفرتكش كوا أو يخي قرتبو درباري أويش هيتي نقوتبو تنها أو نبي كاتي كوا دقنا لاي درقاكا أو لبردستي هالديو أو جلبشتوا قميصكي رادة شو دي درينيو لنتيجة عزيزي مصر كبيا وكي أو آفرتي ديقاتي لوين دري يكسر أو آفرتا اتهامي يوسف دكا عليه الصلاة والسلام كوا محاولة شوي لقال كذا لوين دري هر أوان دي دلي هي راودتني عن نفسي أوان دي دفرمي يوسف عليه الصلاة والسلام نخير وانية أو محاولة لقال من كذا بس تنها لموقفي بلام ليرة لبو مليكي مصر بهيج شويك نباسيوي نباسي آفرتا كان بقشتي دكا كوا هوليان لقل دابي وقد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية لإرداتنها إشارتشي بختي لو دكاتن بوي كوا كاتك دفن إن ربي بكيدهن عليم پروردگارم بكيدي أوان ببيلاني أوان آقادار فجعل علم الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد منهن مغنيا عن التصريح كاتك كوا بس إشارة بودك پروردگارم آقادار ببيلاني أوان درباري من سيان كرديا كواتا تصريح ناكا كوان سيان كرديا باشكرا بازناكا تنها إشارتش بيدكا كبراستي أو بري آدابي قصة كردن ومخاطبة أقرتي صاحب حق ومظلومشة برام لقال أوش خوي دا باريزي لتصريح كردن بزورق لوشتاني كوا لكداري عندك أبي السعود دلي وقيل اختصر على وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يسرح بمراودتهن له أبي السعود دلي قلت له بس لويناك كأوان محاولين لقل كردية بس تنها باز لدزبريني عندك لبرتي لأنه كان يطمع في صدعهن بالحق وشهادتهن بإقرارها بأنها راودته عن نفسه فاستعصم لبروي أو تساوي ليبو لوي باسي نكرت
ئەو چاوی لێ بووکەوە ئەو ئافرەتانی لەو مەجلیسەی بوونە ئەوەی حەقە دەیڵێن شاهێدیش دەدەن بۆی کە ئەو ئافرەتە لە پێش چاوی هەمووان اعترافی کردێ کە ئەو محاولەی لەگەڵ یوسف کردێ عەلەیهی سەڵات وەسەلام. بەڵێ لێرەدا دیارە پادشایەکە لەسەر تەوسیە و ڕاستپاردەی یوسف عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەو ئافرەتانە بانگ دەکا و لێکۆڵینەوە دەربارەی ئەو ئافرەتە دەکا و دەفەرمی قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه كواتا كاتكوا أو نيردي باشا كنادو بيلا يوسف عليه الصلاة والسلام كأويش أوي بيرادس بيرو آمادني لستندر بسيو بالكو أوي بيرادس بيرو بقين تملك كاتك رقاريتو لاي ملك وهروها بيامكي يوسف بيرادا قيني ليردا باشا كأو آفرتانا بانگ دكاتن لضمني أوانش أو آفرتك امرأة العزيزة أوانك ولو مسيهم دستيان بريو امرأة العزيز بانك دكاو بهموان دلي ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه وتما شأنكن وخبركن حين راوتن يوسف عن نفسه على خبرين قوتسية حوالين قوتسية كاتك وأنقو هولتان لقل يوسف دال بكاريتي أوها بقاعدة لي كاتك راوتن دليل على أن براءته كان متحققة عند كل من علم القضية كواتا كبوشي وتحقيق كو ليكورين وكذا سبيدك دلي ما خطبكن إذ راوتن كاتك أنقو مراودتان كر هولتان لقال يوسف كاري شواب كان كواتا ليرة دا هل سرتادا بديار دكوي لاي ملكة كش صد لصد رومبويتا وكوا يوسف بريئة عليه الصلاة والسلام بوشي ويو بو اسلوبه لقال يقصان دكا لبروي وكو يقين يقدزاني اوان المحاولين لقال كذا بس ديوي اوان بخويان اقرار بحقك بكن بلا يتر بوشي ويو لكول نودس بيدكا واوانش ولاميان دبيتنو اعتراف دكن والله لبرتوابوني كاد دوستين ببشتوان الله تعالى لواني دهاتو دين وخزمت اوائته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.